بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وآله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الطريق إلى الله، واستكمال موضوعنا في حب الله. مع الله نحن دائما بخير، تذكر ذلك دوما أيها الإنسان. بين يدي الله فقط يمكنك أن تعبر عن مشاعرك الحقيقية دون خوف أو قلق. يعيش المرء طمأنينة مطلقة حين يدرك أن لا ملجأ من الله إلا إليه. حين نلجأ إلى الله يشرق نور الاطمئنان على قلوبنا رغم كل السواد الذي يحيط بنا. مهما كان ذنبك عظيما تذكر أن عفو الله أعظم منه. إن الله هو التواب الرحيم. جروح روحك المفتوحة تغلق للأبد بمجرد أن تمتد إليها يد الله فاطمئن. اليوم سنتحدث عن ثمرات محبة الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الفوائد التي ستعود على العبد حين يدخل في محبة الله. أول ثمرة وأول فائدة معنا هي التوفيق والسداد في كل شؤون الحياة، كما ثبت في الحديث القدسي إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن أول ثمرة معنا من ثمرات محبة الله هي أن يوفقك في كل شؤون حياتك، تجد كل شيء يتدبر دون تدخل منك. هذه من أعظم الثمرات التي تأتي من محبة الله عز وجل لتسعد في الدارين. الثمرة الثانية هي نيل القرب من الله عز وجل، فدائما ندعو أن نأنس بقربه، فإذا دخلت في محبة الله أنست بقربه في الحياة الدنيا والآخرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. مرض أعرابي فقيل له: إنك تموت. فقال: وأين أذهب؟ قالوا: إلى الله عز وجل. فقال: فما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه. هذه من ثمرات محبة الله. وعن الفضيل بن عياض أن رجلا سأله فقال: يا أبا علي، متى يبلغ الرجل غايته من حب الله تعالى؟ فقال له الفضيل: إذا كان عطاؤه ومنعه إياك عندك سواء، فقد بلغت الغاية من حبه. إن ربنا إذا أعطانا أو منع عنا الاتنين عندنا سواء، ونعلم أن عطاؤه خير ومنعه أيضا خير. إذا حدثت بداخلك هذه القناعة أن عطاؤه خير
ومنع خير، ولا تسخط ولا تتذمر على منع الله لك لشيء كنت تريده، تساوى عندك المنع والعطاء، فأنت بذلك بلغت الغاية والهدف من حب الله تعالى. عن عامر بن عبد قيس رحمه الله قال: أحببت الله عز وجل حبا سهل علي كل مصيبة، ورضاني في كل قضية، فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه. أصبح لا يفكر ولا يبالي ولا يهتم لما يحدث، فحب الله عز وجل سهل عليه كل شيء، وجعله راضيا بكل أمر وكل قضاء وقدر. وعن أبي يزيد البسطامي رحمه الله قال: هذا فرحي بك وأنا أخافك، فكيف فرحي بك إذا أمنتك؟ ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير، إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. ثالث ثمرة هي غفران الذنوب في الآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببني إلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله. اللهم اجعل حبي كله لك وسعي كله من مرضاتك. آمين يا رب العالمين. ألقاكم في حلقة جديدة من الطريق إلى الله في موضوعنا حب الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.